أعزائي المشاهدين، كان الأسبوع الماضي معالي الوزير أشرف صبحي كان استقبلني شخصيا بصفتي مندوب الاتحاد الدولي لكرة الطائرة البارالمبية على بطولة العالم، إن أنا أكون مسؤول عن بطولة العالم اللي هتقام في مصر في الفترة من 11 إلى 18 نوفمبر القادم إن شاء الله. فدي كان شرف كبير جدا. دي معالي الوزير واستقبلنا هناك، وبصفة أيضا رئيس الاتحاد الأفريقي. فطبعا وشكر خاص، وكان في شكر خاص من اللجنة أو الاتحاد الدولي لمعالي الوزير الدكتور أشرف صبحي. أولا دعمه لرياضات ذوي الإعاقة بصفة عامة، وبطولة والطايرة بصفة خاصة، إن هو وافق على استضافة مصر لكأس العالم للكرة الطائرة اللي هتكون في استاد القاهرة. فدي شيء جميل جدا، شكر. فطبعا اللي حصل إن شاء الله البطولة هتكون من يوم 11 نوفمبر القادم إلى 18، وهيوصل أو لغاية دلوقتي مشارك أو أكتر من 18 دولة، حوالي 10 رجال و8 سيدات. والمراكز الأولى، الأول والثاني والثالث، هيتأهل لأولمبياد باريس. وإن شاء الله نتمنى طبعا منتخب مصر هيشارك بالنسبة للرجال والسيدات. في حديثنا أيضا تطرقنا إن هيكون إن شاء الله في بطولة أفريقية هتكون مؤهلة للمنتخبات المصرية. وأيضا تحدثنا عن إقامة في مصر أو استضافة مصر لأول بطولة عربية أفريقية. حضرتك عارفين إن رئيس الاتحاد العربي لكرة الطائرة جلوس الدكتور فهد بن نايف الفقير، فمشكورا دعم الاتحاد العربي، وعشان يعني حبه لمصر. وطبعا حضراتكم عارفين مصر والسعودية واحد، فهو رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة في الاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة. فالدكتور فهد تبرع أولا بمقر دائم للاتحاد العربي ولجنة الكرة الطائرة دي، والحاجة الثانية تبرع بالاستضافة كافة المنتخبات العربية والإفريقية اللي هتكون في البطولة اللي هتبقى في شهر فبراير القادم، دعما منه لمصر أولا وللاتحاد العربي. فطبعا احنا بنشكر الدكتور فهد نايف الفقير ان هيتبرع من حسابه الشخصي كافة المصاريف لإقامة المنتخبات، مش المنتخبات، الأندية، لأن دي تعتبر أول بطولة للأندية العربية والإفريقية. فدعما منه للاتحاد العربي والاتحاد الأفريقي، وهتكون إن شاء الله في مصر. فطبعا لما عرضت الكلام ده على معالي الوزير، سيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي رحب بكل البطولات اللي في مصر، وحتى قال هنحاول نعملها في المركز الأولمبي. فيعني هناك يا إما في المركز الأولمبي يا إما في الاستاد، على حسب. طبعا حضراتكم عارفين شهر 2 المركز الأولمبي مليان طبعا بمنتخبات، فإحنا بنحاول إن شاء الله إن نلاقي المكان اللي يسع أكثر من 150 فرد لهذه البطولة. فطبعا ان دعم من الدكتور فهد ده احنا بنشكره مره ثانيه، لان هو طبعا بيحب ذوي الاعاقه. وبالمناسبه الدكتور فهد ايضا رئيس نادي الرياض لذوي الاعاقه في المملكه العربيه السعوديه، فهو مش غريب عن مجال ذوي الاعاقه. فطبعا وايضا نادي الرياض هيكون مشارك في هذه البطوله. ف يعني معالي الوزير طبعا شكره، وان شاء الله هنحدد مقابله ان شاء الله على اساس نشوف ترتيبات تنظيم هذه التي تعتبر اول بطوله عربيه افريقيه مشتركه هتقام في مصر ان شاء الله، في ظل طبعا رئاسه الاتحاد الافريقي والاتحاد العربي للكره الطائره. فدي الاحداث.